الغباء موهبه. الغباء اللي هو كان حاجه وحشه في البني ادم بقى موهبه عندنا في نادي الزمالك كاداره وكلاعبين. والفيديو ده انا مش باكي على حاجه ومش طالع اكلم جمهوري ولا اخواتي وحبايبي والناس اللي بتتابعني اللي على راسي من فوق. انا طالع اكلم لعيبه نادي الزمالك اللي اكبر لعيب فيهم ما يسواش 2 جنيه في سوق الرجاله. اكبر واحد فيهم. يعني انا بتفرج على النادي الاهلي النهارده، انا نفسي افهم ده كان مركز 15 ازاي وبقى دلوقتي مركز اول غصب عني وعنك وعن اي حد في البلد. ليه؟ لان هو الراجل عارف تمام نفسه. هو ما يسمحش لنفسه انه يتغلب من اي فرقه خلقها ربنا، ما يسمحش. مش يتعادل مش عارف مع الجونه وينزل يلاعب الاهلي كسبان 1-0 يروح متهزق ومغلوب 2-1 ويروح متعادل الماتش اللي بعد منه. يعني 3 مباريات انت خدت منهم 2 بونت. النادي الاهلي في 3 مباريات اخد منهم 9 بونت وهو كان مركز 15 في الدوري. انت كنت مركز اول. معنويات مين اللي بايظه؟ الدوافع كانت عند مين بايظه؟ احد الاعلاميين بيتصل بلعيب من لعيبه نادي الزمالك بيساله على السبب بعد ماتش الاهلي. ايه الوكسه اللي انتوا فيها دي؟ يعني ايه ده اللي انتوا عملتوه ده؟ يعني قول لي انت عملت كده ليه؟ قال اصل احنا ما خدناش مرتب. احنا ما خدناش مرتباتنا. فكل واحد نازل بيفكر في اللي عليه اقساط. يا عيني قسط العربيه البي ام، قسط الفيلا في التجمع. انما لو واحد مننا نازل على باب الله بيدور على 100 ولا 200 جنيه عشان يعرف ياكل نفسه في اليوم ده، بالنسبه لك ده دكر. دكر بالنسبه للاعيب الكوره، ده دكر. اللي بينزل شقيان ده دكر. ايا كان شغال ايه دكر بالنسبه لك. لعيب النادي الاهلي ما بيفرقش معاه بقى الكلام ده. لان هم يوم ما اتغلبوا 5 واتخصم منهم مش عارف 10% من العقد، رجعوا دغدغوا القاره كلها. كاسات وبطولات افريقيا والدوري. وبص ما حسبوش حاجه لما خدوها. مش مثلا كسبوا ماتش فالجمهور نسي فهم عادي، لا ده الكرامه نقحت عليهم يا معدوم الكرامه. انت كلاعب في نادي الزمالك اجبرتني ان انا اعلى في مستوى معين ورحت هابدني على وشي تاني. انت كنت متصدر جدول الترتيب وعمال تكسب واداء ومية مية وزي الفل وانت راجل شايفك راجل بتلعب. اي نعم في بعض لعيبه في الملعب معرفش بيعملوا ايه، بس المهم في الاخر بكسب الماتش. تحت عايز اعرف من الظروف بقى. اجي دلوقتي الاقيك انت عندك 18 بونت والاهلي عنده 18 بونت والمصري عنده 18 بونت والاهلي فاضل له ماتش. يعني يكسبوا بقى فرق 3 بونت بينك وبين الاهلي. واي خلاص الاهلي ركب الدوري. ولو انت راجل نزله. لو اي حد راجل في البلد دي نزله. ما هو ايه، انا بقولها لك الرجوله بكام نشتريها ندفع ثمنها احنا. انا دمي محروق. انا الناس يا جماعه احنا بنهزر وبنضحك مع بعض كاهلي وزمالك واحنا اصحاب وحبايب ومهما حصل في الدنيا دي في الاول وفي الاخر كوره. بس برضو احنا عندنا كرامه يا جماعه. ان لعيبه نادي الزمالك دي معدومه الكرامه بجد. انتوا ما عندكوش ريحه الكرامه يا جدع. انزل الملعب موت نفسك واكسب يا عم. يا عم اكسب. خليني اقول عليك ان انت راجل والاداره ظلماك. الاداره ظلمتك. الاداره ظلمتك اداره النادي. انا اطلع اقول كده لما ليك بتحارب، انما انت نازل الملعب اصلا مش راجل. قسط عربيه ايه وقسط فيلة ايه وحلاق ايه وزفت ايه ونيله ايه. نيله ايه وفي ايه؟ ده كان في لعيبه في النادي ده. اشرف بن شرقي حط هدف دلوقتي اكنه شالها رماها في الباسكت في الجون. اما انت ما تعرفش. انت باحمد سعيد اللعيبه عندها نفسه بتلعب. انتوا عندكم في الزمالك في ايه؟ في ايه بيحصل جوه نادي الزمالك يخلينا بالمستوى؟ كابتن عماد باشا بيه النحاس واقف قدام اهو واقف قدام اهو. قسما بالله اجدع من 1000 مدرب في مصر. بيرجع يمسك النادي الاهلي وهو عارف هو من ابناء النادي الاهلي. الناس دي عندها كميه رجوله وجدعنه مش انت عندك مين؟ انت طلع لنا اي حاجه. ده ميدو كل اللي دخل نادي الزمالك عايز يسرق. كله عايز يسرق. كله عايز ياخد. لو الاهلي فيه سرقه، لو علم ناجحه يسرقوا زي ما هم عايزين. لو الاهلي فيه ظلم ككوره فهو بيكسب برضه. انما انت بقى انت قول لي انت عندك ايه؟ انت عندك ايه؟ انت ظالم اصلا في الملعب. يعني الاهلي بيتظلم مش بيظلم. انت ظالم في الملعب اصلا. انت ظالم وما بتعرفش تلعب وبتكسب اونطه. ولما تبقى راجل ونفرح بيك وتبقى مركز اول تجبنا على اسناننا تحت تاني تنزل. ليه؟ ايه الفرق بينك وبين لعيب النادي الاهلي؟ ايه الفرق بينك وبينه؟ هو راجل وانت ايه؟ انت ايه؟ عيلين طفلين مقعدينهم في الاستاد ملبسينهم تيشيرت نادي الزمالك. اتقوا الله ده عيال صغيره لسه. حرام عليكم. ده اطفال.